يا أهلا بكم في يوم الجمعة المبارك، سيد الأيام وأفضلها عند الله. هذا اليوم ليس كأي يوم، إنه هدية الأسبوع، وفرصة لتجديد العهد مع خالقنا، ومحطة إيمانية نغسل فيها قلوبنا ونستعد لأسبوع جديد بطاقة روحانية متجددة. لماذا يوم الجمعة عظيم؟ فيه خلق آدم عليه السلام، هو اليوم الذي بدأت فيه البشرية. فيه ساعة استجابة، لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له. فلنغتنم هذه الساعة بالدعاء لأنفسنا وأحبتنا وبلادنا. فيه الاجتماع على الطاعة. صلاة الجمعة هي لقاء إيماني عظيم، يجمعنا في بيوت الله، نستمع فيه إلى الذكر والتذكرة، ونتقوى فيه بإخوتنا. فيه تكفير للسيئات، الوضوء، والتبكير إلى الصلاة، والمشي بسكينة، والاستماع للخطبة. كل هذه الأعمال تكفر ما بين الجمعتين. كيف نغتنم بركة هذا اليوم؟ الصلاة على النبي أكثر من الصلاة على حبيبنا محمد، فصلاتكم تعرض عليه. قولوا: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قراءة سورة الكهف هي نور ما بين الجمعتين، تضيء لنا الطريق. التطهر والتعطر والتبكير إلى المسجد، لنكن في أبهى هيئة وأكمل استعداد للقاء الله. الدعاء في ساعة الاستجابة، ابحثوا عنها بجد، وألحوا على الله بقلب صادق في كل ما تتمنون من خير الدنيا والآخرة. فلنجعل هذا اليوم وقفة تأمل، وشحنة إيمان، وبداية لتغيير نحو الأفضل. جمعكم الله على الخير والمحبة والبركات.